حكايه اصغر لاعب في نعم، تاريخ 15 برشلونه. سنة. نعم 15 سنه لامين يامال 15 سنه و9 اشهر اصغر لاعب. والده 15 سنة مغربي هذا 200 والده 98 مغربي يوم. واسال الكثير من الحبر في الوسط الكتالوني لانه عاشق لريال مدريد، والد اللاعب عاشق لريال مدريد ووليدو يلعب وجبدوا له صور تاع باباه اللي كان متواجد في سانتياغو برنابيو، قال لهم صرح قال لهم انايا بكري نحب ريال مدريد، قال لهم وليدي يلعب في برشلونه ما عنديش. اصغر لاعب في تاريخ برشلونه، عنده فريق ويمكن يبني عليه في المستقبل القريب. المشاكل الماليه لكن هناك اتفاق تسمح بظهور اسماء بخصوص امكانيه خطف ريال مدريد لموهبه برشلونه الجديده. اتفاق عدم الاعتداء على طرف بين الطرفين، يعني واحد ما يدي من بالنسبه للاعبين الاكاديميين اتفاق بين اتلتيكو مدريد ريال مدريد وبرشلونه، اتفاق ثلاثي بين واحد ما يدي من عند الاخر. هل سيكسر ريال مدريد هذه القاعده؟ وهل سيتنقل اللاعب الى ريال مدريد؟ والده مشجع حتى النخاع لريال ريال مدريد، يحب ريال مدريد ووالده يحب برشلونه ايضا، هو يلعب في من دون شك الان حيبحث بالك على ضمانات، لانه يقدر في هذا السن وفي هذا الموقف اللي 15 راهو سنه فيه. يقدر ياثر عليه. اللاعب يقدر 16 سنه باش يقدر يسيني. نقول لك فكره، يقدر يضغط ويبحث على ضمانات انه يبنى عليه الفريق، لانه السنوات المقبله دخل 15 سنه عنده يعني مستقبل زاهر، عنده اتصالات في بورتو، يقدر يعني حتى يتفاوض من في هذا الحاجه اللي فرحتني ابو محمد اليوم تشوف انت 15 سنه دخل انا نقول لك مازال رسميه مع الاكابر يشارك في شوف 15 سنه. اليوم تشافي وين يلعب في فريق برشلونه. احنا في الجزائر 15 سنه مازالوا بالبيبان وقاعد عنده بعد يقول لك صغير، يقول لك لا بالك الضغط تاع الجهه ياخذ الانيسياتيف في المباراه. شوف النيفو الناس 17 سنه فازت كاس العالم. هذيك الصح. لا حتى في سن واحنا شحال وقتاش شوف حنا كي يكون يخلعوني 25 سنه يقول لك لاعب شاب. لا كي يكون اسمع كي يكون 25 سنه ولا 28 يقول لك عجال، وكي يكون 35 سنه 34 كبير. روح فهم انت ما عندك 6 سنين باك 25 سنه لاعب شاب، 25 سنه الفارس 22 سنه قريب يكمل كره القدم. والله العظيم كلش 15 سنه محمد. هذا اللاعب هذا كيفاش تميز انه كي يحكم الكره. بعض اللاعبين انت تدخل في عمرك 15 سنه في نادي مثل برشلونه بالك ما تاخذش الانيسياتيف، بالك غادي تتمرر تعاود تولي، لكن هو كان نشاهدوه يقدر ضيع واحده وجه لوجه مع الحارس، مرر كرات، كان ياخذ الانيسياتيف تاع لاعب عنده يعني نضج. كان ضيع فرصه وجه لوجه. اليوم رابطه الدوري الاسباني في قرار صادم يبدو انها رفضت خطه برشلونه لاستقدام لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي. خطه الجدوى. نعم خطه الجدوى التي عرضتها برشلونه فيها خطه اخرى مقرر ان يقدمها برشلونه مره اخرى من اجل امكانيه التعاقد مع لاعبين هذه الصائفه. يقولون بان ميسي وافق على مسوده العقد. ميسي ينتظر فقط ان تنتهي الامور لكن اليوم كانت عنده زياره خاطفه الى العربيه السعوديه بصفته سفيرا للسياحه في المملكه العربيه السعوديه. السياحه في المملكه العربيه السعوديه. ميسي يريد ان يستمر في اوروبا، بقاؤه في البي اس جي مستبعد جدا. ينتظر فقط تسويه الامور بين برشلونه والليغا من اجل العوده الى برشلونه. تم اقتراح عرض بسنتين، يقال بانه ميسي سيقبل باي عرض مالي، يعني اي راتب سنوي من اجل العوده الى برشلونه. في برشلونه يريدون منحه عقد لموسمين، الموسم الثاني راح يكون اكثر تكريمي لميسي منه شيء اخر. يريدون ان يودع ميسي بافضل طريقه ممكنه في كامب نو امام جماهير برشلونه، في كامب نو الجديد، لانه بعد سنتين سيكون جاهز الملعب في كامب نو الجديد امام 105,000 مناصر، من اجل توديع ميسي توديع لائق بكل ما قدمه لنادي برشلونه. اظن ما يدو بالك يكمل يلعب عام في فريق برشلونه، يولي يخرج على كما قلت انت من باب الكبيره، ومن بعد جاب لي ربي يتنقل الى السعوديه. اليوم باسكو السعوديه محبين نعم. بالعوده الى لامين يامال، هذا اللاعب الشاب الذي لم يبلغ 16 سنه. تعرف جيدا ميدو انه قانون العمل في اسبانيا يجبر ارباب العمل على يعني استخدام اشخاص يفوق سنهم 16 سنه، والمباريات الرسميه تعتبر عمل. لذلك برشلونه يمكن ان يدخل الان في مشاكل. الان الصحافه بدات تكتب، قال لك بان برشلونه اخترق قانون العمل في اسبانيا. لا في كل مره فيه مشاكل تحوم حول نادي برشلونه، في كل مره
تخرج تسريبات وتخرج امور اخرى، مثل ما تحدثوا عن امكانيه انقاص 3 نقاط من رصيد برشلونه في قضيه غافي مع التشي لما لعب بالدورسال نيميرو 30 يعني ونزع رقم 6. قال لك لماذا واشتكوا في 3 دقائق الاخيره. برشلونه عانى من حمله اعلاميه ممنهجه منذ بدايه هذا الموسم، خاصه من طرف معروفين، يعني كان برنامج تشيرانغيتو كارديناسار بالاضافه الى اسوا ماركا في العاصمه الاسبانيه مدريد. نعم، اذا القانون الاسباني يعتبر من لم يبلغ 16 سنه طفلا غير راشد، ولا يسمح باستخدامه الا في حالات العروض العامه او حالات استثنائيه فقط، ومباريات كره القدم الرسميه تعتبر عمل في اسبانيا. لا اظن انه برشلونه يعني يرتكب خطا ساذج لهذه الدرجه، خاصه وانه رئيس الفريق هو محامي. نعم. وبالتالي تكون فيه يعني امبيج اللي تقول باللي يلقى صحيفه موندو ديبورتيفو هي التي اثارت هذا الاشكال. اليوم على كل حال ننتظر. نمر الى ليفاندوفسكي. بخصوص مشكله خطه الجدوى، فقط الليغا ما رفضتهاش رسميا، لكن ترى انه صعب على برشلونه تطبيقها بنسبه 100%، لانه برشلونه في خطه الجدوى قدم اول البريمي يعني الشابيتر الاول هو بيع لاعبين وتخفيض الرواتب بقيمه 180 مليون اورو او البحث عن ايرادات اخرى. برشلونه باع 49% من استوديوهات بارسا في الفتره الصيفيه الماضيه من الاصول، يعني كرافعه من اجل تسجيل اللاعبين، وبقى عنده 51% سيبيعه هذا الصيف ايضا في ظل غلق بارسا تي في يوم 30 جوان القادم وتسريح كل العمال. سيقوم ببيع 51% من اصول استوديوهات بارسا اللي بقات، يعني يبيعها الشركه من اجل الدخل الاضافي، وكذلك انقاص الرواتب بنسبه 180 مليون اورو، بما فيه بيع اللاعبين اللي عندهم رواتب عاليه ولم يقدموا اي شيء في صوره انسو فاتي، فيران توريس، كيسي. ايضا هناك امكانيه، نعم هناك امكانيه ايضا لبيع اذا وصل عرض اكثر من 90 مليون اورو من الانديه الانجليزيه من اجل رافينا. برشلونه سيبيع رافينا بكل تاكيد من اجل هذا كله، من اجل تسجيل إنيغو مارتينيز، غوندوغان، ليونيل ميسي، والبحث عن ظهير ايمن الموسم المقبل. نعم، ليفاندوفسكي هداف الدوري الاسباني، كيف تقيم فترته في نادي برشلونه؟ ليفاندوفسكي كان قد بدأ بقوة، سطع نجمه ثم تراجع أداؤه خاصة بعد الإصابة، ثم عاد في الأيام الأخيرة. إذن ليفاندوفسكي ب 19 هدف، كريم بنزيما 17 هدف. صراع الهدافين في الدوري الإسباني سيكون مشتعلا في الجولات القادمة، ومتواصل بينه وبين بنزيما اليوم ثاني اللي في أحسن أحواله، اللي سجل هاتريك ضد الميريا. نعم. انا نقول له فوندوركي عام ما تخفالكش محمد باللي عام الاول ديالو في برشلونه